بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده انا بتكلم المواطن منصور عامر اللي شايف كل اللي بيحصل حواليه. عندنا ثوره باحلام جميله، عندنا تغير ان شاء الله كله للخير. الناس سقف طموحاتها عالي، عاوزه طريق نطلع بيه نحقق تنميه. شفنا علماء افاضل واساتذه افاضل بيحاولوا يشاركوا معانا ان احنا يحطوا مشروعات. دكتور فاروق باز قدم مشروع مرة التنميه، دكتور ممدوح حمزه قدم مشروع جميل اخر. اتصور ان الوقت ده كل واحد فينا عنده اي فكره باي شكل كان لازم يقدمها. مش صح تكون صح، مش شرط تكون صح، ممكن تكون قبل التعديل قبل التطوير، ما تنفعش خالص، انما على الاقل اتصور انه واجب عليه انه يطرحها عشان خاطر نفكر فيها. يمكن تكون اداه او طريق تنور لنا نوصل بيه لحاجه اللي احنا نفسنا نحققها. النهارده انا عاوز اقدم حاجه، فكره جديده لمصر نطلع بيها من ازمتنا اللي احنا فيها، اسمها خارطه الامل. خارطه الامل هبدا اشرحها واحنا ماشيين. ايه خارطه الامل؟ احنا عاوزين حاجتين اساسيتين يخرجونا من اللي احنا فيه. اول حاجه عاوز طريقه توزيع عادله للتنميه في مصر. يعني عاوز كل مواطن ساكن في مصر يشعر انه عنده فرصه لعمل، فرصه يشتغل، بقى عنده مجالات مختلفه من الشغل ممكن يشتغلها ومتاحه ليه، وانه ثروات مصر الطبيعيه كلها من محاجر، من مناجم، من ابار جوفيه، من شواطئ، اعيد توزيعها على كل ابناء مصر عشان ما تبقاش حكر على فئه صغيره، وانما تبقى متوزعه على الناس كلها. ايضا ازاي ان احنا نطلع بالتنميه نروح بيها للي ما عرفناش نوصل لهم في الحته الاولانيه، ازاي نوصل لهم احنا لغايه باب البيت ونخبط عليه ونقول له تعالى عشان فرص العمل جايه لك لغايه البيت عندك. لما كنا بنفكر قبل كده بنشوف في معدلات تنميه موجوده، في معدلات تنميه موجوده حصلت فعلا موجوده، انما ليه ما وصلتش الناس كتير؟ لانها كانت لوكالايز، محدوده في اماكن معينه، في صناعات معينه، في قطاعات معينه، وكان في مناطق معينه كثيره جدا في مصر بعيده عنها وصعب جدا ان احنا نوصل لها بهذه التنميه. هنعالج في خريطه التنميه الحته دي وهنشرحها ازاي. الحاجه الثانيه ان احنا عشان نحدث حراك في معدلات النمو بتاعتنا نستخدم مصر، نستخدم احنا ايه، ربنا ادانا ايه. عشان نعرف نعمل ايه لازم نعرف اول ربنا ادانا ايه. ربنا ادانا اغلى حاجه في الدنيا، ارض، احلى موقع في العالم، نص العالم، رابطين قارات ببعضها. ادانا شمس، ادانا مناخ معتدل، ادانا ميه نهر النيل، ادانا شواطئ، ادانا 170 مليون ايد. ال 85 مليون اللي بيقولوا لنا دول عبء، في حقيقه الامر دي ثروتنا، ثروتنا الحقيقيه. 170 مليون ايد، 170 مليون رجل، 85 مليون عقليه. والعقليه المصريه نستطيع ان نراهن عليها لانها عقليه حياتها كلها عمر ما اداله واحد حقه بخط مستقيم، فلابد كان دايما طول عمره بيبحث عن خطوط غير تقليديه توصله للهدف بتاعه، وبالتالي فهو عقليه تستطيع ان تفكر خارج الصندوق، ودي عقليه لابد ان احنا نراهن عليها. عندنا 180 مليون عين، 170 مليون عين. اذا كل ده اسيتس لازم نبني عليها. موقعنا فين؟ موقعنا محوري مع دول العالم. علاقتنا احنا دولة كبرى في الشرق الاوسط، دولة كبرى في الوطن العربي، دولة كبرى في العالم الاسلامي، دولة محورية في كوميسا واتفاقات كثيرة جدا عالمية، دولة محورية في الاورو متوسطي. كل ده لابد ده هو ده اللي نلعب بيه ونستغل ما سخره لنا ربنا من شمس ومن ارض ومن جو. يبقى هو ده احنا مهيئين لهذا، والتنمية بتاعتنا هتكون في المجالات دي. ازاي؟ مجموعة مشروعات قومية غير تقليدية. لا يمكن ان يصنع حدث في مصر مشروعات عادية، لابد ان تكون مشروعات قومية ومشروعات العالم يتحدث عنها. مصر بتغير جلدها، مصر بتعمل نهضة
اقتصاديه عظمى. هو ده اللي احنا محتاجين ان احنا نوصله للناس في المرحله اللي جايه ونعلن عنه فورا. عندنا مشروع قومي في السياحه، في الزراعه، في الصناعه، في النقل، في الخدمات. عندنا عاصمه جديده، عندنا مشروع قومي في الرياضه. هناخدهم واحنا ماشيين واحده واحده. لو بصينا على المنظر اللي احنا شايفينه ده، دول 100 مربع. عندنا 6 مربعات دول، 1 2 3 4 5 6. هقول لك دي مصر. دي مصر اللي احنا عايشين فيها. المصريين حكموا على نفسهم في ال7000 سنة اللي فاتت انه يزنقوا نفسهم في 6 مربعات من ال100 مربع. ويقول لك الارض ومشاكل الارض، والارض غليت، بيتخانقوا مع بعض. كل زحمة، مش عارفين الشارع مليانة اهو. اتخانقنا، التلوث اهو. مش لاقيين ارض نزرعها اهي. مش لاقيين فرص تنمية اهي. كل حاجة مرجعها المربعات دي. احنا اللي حكمنا على نفسنا، او هكذا سياسة زقتنا ان احنا نبقى في 6 مربعات. اذا آن الاوان ان احنا ننتشر من هذا. طب حال المصري هنا ايه؟ حال المصري هنا اهو قاعد مش عاجبه حاجة في الدنيا، مش لاقي شغل، مش فيش، الراجل مش عارف يشتغل، واذا اشتغل الفلوس مش مكفياه. كله بيتصارع في حته قد كده، سائر وسقف طموحه في الثوره. عاوز بقى يشوف بعد الثوره الخير، وعاوز يشوف فرص العمل فين، وعاوز يشوف الكلام ده فين. طيب الخريطه بتاعتنا بتاعت المحافظات خريطه ظالمه. ظالمه ليه؟ لما اجي ابص هنا في التنميه بتاعتنا، هجد ان محافظه مثلا زي البحر الاحمر خلاص فيها تقريبا معظم المعادن والمناجم اللي في مصر، فيها كمية آبار جوفية رهيبة، فيها عصب السياحة غردقة ومرسى علم. واطلع شوية اجيب معاهم شرم الشيخ، الاقي انه مدينتين هم من الاسباب الرئيسية اللي شايلين مصر في السياحة، غردقة وشرم الشيخ ومرسى علم. انما عدد السكان المقيمين اصلا في هذه المحافظات قد ايه؟ عدد محدود جدا لغايه. اذا باقي كنا بنروح للصعيد اقول له لازم تشتغل في الصناعه، ورايحين نعمل لك مصانع في الصعيد، ما حدش عاوز يشتغل في مصانع في الصعيد. بنقنع بتوع المصانع، ما حدش عاوز يروح معانا. اذا كان لابد ان نحدث تغيير في هذه الخريطه، عشان اول حاجه انا بعد الثوره اي واحد عاوز يقول ايه؟ عاوز حقي. عاوز حقك. خريطه الامل. ادي خريطه الامل. لو نبص هنا، عاوز حق يعني ايه؟ هدي لك حقك في ثرواتك الطبيعيه. ده اللي في ايدي. انا اللي في ايدي كدوله النهارده ابدا فورا من النهارده اقول لك من النهارده كل محافظه هتقسم مع اخواتها ثرواتك الطبيعيه، معادنك، المحاجر، الميه الجوفيه، فرص الارض، صالح الزراعه، الشواطئ، عشان كل واحد فيكم يبقى عنده فرصه يشتغل في مجالات مختلفه. نشوف تطبيقات عليه. احنا عملنا ايه هنا؟ خريطه الامل، جينا من الصعيد لفوق واحنا طالعين، رحنا واخدين كل المحافظات وصلناها الى البحر. اسوان بقت عندها بحر، قنا بقت عندها بحر، سوهاج بقت عندها بحر، اسيوط بحر، المنيا بحر، بني سويف بحر. وعملنا شويه تعديلات هنا اهو، ان احنا محافظه جنوب سيناء خدنا منها جزء وعملناه سميناه محافظه شرم الشيخ، وهنشرح ليه بعد كده. قعدنا لان احنا خدنا من السويس جزء هنا اهو وعملناه محافظه السخنه، ادينا للسويس تقريبا تلت مساحه سيناء. ثم عملنا شمال سيناء عملنا فيها تطوير، ومحافظه مطروح قسمناها الى 3 محافظات، العلمين، مطروح، السلوم. هنشرح ليه الاسباب واحنا ماشيين، انما ناخد تطبيق معانا. لما اخش على الابار الجوفيه، كانت الابار الجوفيه كلها محصوره في منطقه هنا اهو، انما لما نشوف النهارده متوزعه. اسوان ادي ابارك اهي، هنا ابارك اهي، بني سويف، سوهاج، كله ابارك قدامك اهو.
فبقى فيه عداله في توزيع المياه الجوفيه بين محافظات مصر. لما اجي ابص على المناجم كل واحد مناجمه بقت عنده، يبقى انا بقول له اطلع اشتغل في المحاجر، في المناجم، في الزراعه، في السياحه. فتحنا عليك ابواب كثيره جدا ان انت تطلع تشتغل في حاجات مختلفه. المناطق الصالحه للزراعه، كل النقاط دي مناطق الصالحه للزراعه، وبنشوفها انها ازاي كل محافظه بقى عندها مناطق صالحه للزراعه. طيب يبقى احنا اول حاجه خريطه جديده قدرنا من خلالها ان احنا نوزع ثروات مصر الطبيعيه وفرص التنميه والاستثمار على ولاد مصر بالتساوي وعلى محافظات مصر بالتساوي. طيب عاوزين، في ناس، انا موجود في قريه في الدلتا ما عملتليش حاجه هنا، ما شفتش حاجه طلعت لي هنا، هتعمل لي ايه في اللي جاي ده؟ نقول لك هنعمل 4500 منطقه صناعيه جديده هنشرحها بعد كده. عندنا 4500 قريه، عند كل قريه هنوسع كردونها 10 فدان. ال10 فدان دي منطقه صناعيه انتاجيه، هنشرح ازاي هنستخدمها بعد كده، وهقول لكم 100 صناعه نقدر نعملها في هذه المنطقه. انما المهم ان احنا هنطلع هنخبط على الباب ثروتنا البشريه موجوده في الريف، كنت باخده من قريته اطلعه اقول له اركب معايا اتوبيس ساعتين اوديك العشر، يطلع في ساعتين يوصل مدروخ لمصنعه ويكلفني قد كده وارجعه بالليل تاني، يبقى اذا فاقد عنده 4 ساعات، وصل طاقته الانتاجيه راحت، وبالتالي مش قادر يدي ومش قادر ينتج. زائد ان احنا احسن حاجه عندي انه الايد العامله متوفره وسعرها معقول، خسرتها في النقل الاضافي والساعات الفاقد اللي انا بحسبها عليه في اليوم موجود. اذا عشان اعظم ثروتي واخليها اكثر جاذبيه انه العالم كله يجي يستفيد منها ويستثمر منها، هقول له تعالى استثمر عنده في القريه بتاعته، وبالتالي يروح ويرجع رجليه، ومن هنا نحدث حراك غير مسبوق في التنميه الاقتصاديه بتاعتنا هنا في مصر. طيب الكلام ده على فكره سبق اتكلمنا من سنه 2000 لما كنت عضو في مجلس الشعب، وقعدت اتكلم على توسيع كردونات الارض الزراعيه، وقالوا عليا مجنون ايام. ازاي نوسع كردونات؟ ازاي نبور ارض زراعيه؟ ازاي نبور ارض زراعيه ونبني عليها مباني؟ وكنا بنقول لهم يا حرام عليكم، الناس عايزه تسكن، ما ينفعش يروح يسكن في الصحراء، هو عايز يسكن جنب ابوه وجنب عيلته، لسه ما عندوش وظيفه، عاوز حد يعوله، عاوز حد الى ان 7 سنين من الدغدغه المتواصله الى ان صدرت القرارات بتوسيع كردونات الارض الزراعيه في القرى. والان الدور ان احنا بعد ما وسعنا نقول لهم اشتغلوا وفرص العمل جالكم لغايه عندكم. هو ده التغيير اللي ممكن يحدث في التوزيع الجغرافي للتنميه، وهو ده التغيير اللي يوزع التنميه لكل واحد في مصر، ويخلي كل واحد يقول لك ما جاليش تنميه، انا قاعد في القريه ما شفتش حاجه، هتجيلك لغايه عندك، اللي احنا رايحين لك بالتنميه لغايه عندك للي مش قادر يجي لنا، واللي قادر يطلع فتحنا له مجالات عمل. كان اول عنده بس زراعه مثلا في بني سويف، لا بقى عنده مناجم ومحاجر وتعدين وسياحه، فتحنا الدنيا عليه. ناخد تطبيقات. اول المشروعات اللي قدامنا المشروعات السياحيه. اول مشروع قومي عندنا، حرام ان مصر يبقى عندها 14.5 مليون سائح، مؤهلاتها غير كده تمام. والسبب زي ما قلنا مدينتين او 3، وسايبين 2500 كيلومتر شواطئ، وسايبين مناطق كثيره جدا ما دخلناهاش بالتنميه. لا، احنا عايزين نوزع التنميه ونوزع الاعضاء. لما يكون عندي محافظ واحد مسؤول عن 1500 كيلومتر شواطئ في البحر الاحمر، يقول انا عملت مدينتين، كتر خيره عمل شغل. انما لو وزعها على 10 محافظين ب10 شعوب من هذه المحافظات خارجين وعاوزين يشتغلوا، وكلهم ما صدقوا دخل فتح عليهم ابواب سياحه وتنميه وبتاع، هنجد حراك غير عادي. وهو ده اللي يعمل التنميه غير العاديه في اوقات قياسيه. فحاجه هنا اهو ان احنا المشروع الاول ان احنا بنضاعف عدد الغرف الفندقيه بتاعتنا. نضاعفها ازاي؟ احنا عندنا 220,000 غرفه، عايزين 220,000 غرفه جديده.
وبالتالي اقدر اقول عاوز اوصل من 14.5 الى 30 مليون سايح في السنه، وهو ده اللي ممكن يحدث حراك ووظائف عمل وحاجات كثيره جدا. ناخد المحافظات اللي هتشتغل معانا. هشتغل في 13 محافظه هتشتغل في هذه الخطه. كان الاول محافظه او 2 اللي بيشتغلوا معانا في السياحه، هنشتغل عندنا 13 محافظه جديده شغاله في السياحه. اسوان اديناها هنا راس بناس، اجمل حته ارض في مصر كلها، جزيره او شبه جزيره في البحر الاحمر، اغنى مناطق الغطس في العالم، وبنعمل لها مطار دولي هنا، وعملناها مطار للركاب، فنقدر مراكب السياحه بتاعت الركاب تقدر تقف وتفتح مجالات رزق وتفتح مجالات شغل. ادي اسوان. قنا بقى عندها مرسى علم والقصير، هتطورهم وتعمل فيهم الشغل اللي احنا عارفينه. اسيوط بقى عندها شقير ومطار دولي يخدم على المنطقه دي كلها، واسيوط بقى عندها مدينه سياحيه تقدر تعمل عليها وظائف وتنميه كبيره. هنجد المنيا بقى عندها راس غارب بقت في المنيا، وبالتالي اهالي المنيا بقى عندهم 100 كيلومتر شاطئ يقدروا يعملوا فيه تنميه سياحيه حقيقيه. سوهاج بقى عندها جمشه. السخنه عملنا محافظه جديده جنوب القاهره اسمها محافظه السخنه، وهنا بنطلع بطريق جديد من اخر محطه وصول عند السخنه في طريق القاهره السخنه الحالي، بنطلع بالطريق ده فوق الجبل، بيفتح لنا مسطحات تنميه لا نهائيه. في عندنا جبل ارتفاعه 800 متر في سطح البحر، مساحه 70,000 فدان فوق الجبل. 70,000 فدان عاوزين نعمل فيهم اكبر 10 جامعات عالميه جديده بيتعملوا جنب بعض، بحيث يبقى مركز جامعات عالمي يتعمل في هذا المكان. وعايزين نعمل سياحه فوق الجبل ومدينه فوق الجبل فيها المستشفى، فيها المصحات، وفيها مدينه كامله تقدر تستوعب دوله بحالها 70,000 فدان. الفيوم بنعمل في شمال الفيوم المدينه السياحيه، كان مخطط ليها قبل كده، انما آن الاوان انها تبدا تتنفذ، عشان عندنا اجمل صحراء في العالم، ووادي حيتان وحاجات تحف فنيه وشغل بيئي نقدر نعمله، ونقدر ننزل طياره بر مائيه كده تنزل في بحيره قارون، ونقدر نعمل السياحه الصحراويه اللي هي نوع بيحلم بيه اي سايح اوروبي يجي يتفرج عليه. العلمين كانت بدايتها العلمين النهارده منطقه لابد ان احنا نركز عليها. عندنا شواطئ غير عاديه هناك، واحنا في البحر المتوسط اخر ناس في البحر المتوسط بنعمل سياحه عشان ما نتعقدش من نفسنا. انما لما بدانا سياحه في الساحل الشمالي قبل كده في 2005 وبدانا في بورتو مارينا هناك، شفنا النهارده في 47,000 اوضه تحت الانشاء. آن الاوان ان ده